أنا اسمي منى وعندي 27 سنة. القصة اللي هحكيها لكم النهاردة حصلت معايا، وأكيد ناس كتير منكم سمعوا عنها. صاحب جوزي شربني بمزاجي حشيش لحد ما حصل اللي عمري ما كنت أتوقع إنه يحصل. قصتي حصلت سنة 2003 بحكيها لكم النهاردة للعبرة والموعظة. هي مش بتحصل مع ناس كتير، بس ممكن المعرض إنه قصة النهاردة دي تحصل لأي حد. كنت وقتها عندي 17 سنة، متجوزة من واحد اسمه أحمد عنده 32 سنة. أنا من أسرة بسيطة مكونة من أب وأم واتنين إخوات رجالة، وحياتي كلها بسيطة جدا. أحمد جوزي كان شغال عامل في مصنع أوسيل في محافظة الجيزة، وأنا كمان كنت شغالة في نفس المصنع، وهو كان أكبر مني ب5 سنين. أول ما شافني أحمد أعجب بيا، وكان حواليه ناس كتير عايزين يتجوزوني، بس هو اللي اتقدم وأهلي وافقوا عليه. يعني راجل شغال وعنده دخل، هو عامل بس يقدر يفتح بيت. كان بيني وبينه علاقة حب قبل الخطوبة، بس ما كانش حصل بينا حاجة غلط خالص، مجرد حب وشوية كلام، نقعد شوية في الشغل ونتكلم، بعد كده كل واحد يروح. قدام أهلي مثلنا إننا ما نعرفش بعض، والخطوبة تمت وقعدنا سنة وبعدين اتجوزنا. عشنا مستقرين والحمد لله، وخلفنا ولد وبنت زي العسل. بعد ما خلفنا المصنع بدأ يمشي ناس، وأنا وأحمد كنا من ضمنهم. أنا دورت على شغل ولقيت كوافير قريب من البيت واشتغلت فيه، وأحمد وقف في محل صيانة موبايلات. كنا عايشين على الوضع ده، وحياتنا كانت مستقرة جدا وسعيدين وفرحانين. بس بعد شوية بدأت ألاحظ تصرفات غريبة من أحمد. بقى يتأخر برا البيت، أوقات يرجع الصبح وكل ما أسأله يقول لي الشغل كتير النهاردة، بس بقى يغيب باليومين، ولما يرجع ألاقيه مدروخ ومش على بعضه. سألته أنت بتشرب حاجة برا البيت؟ قال لي لأ طبعًا، أنا باشرب سجاير بس. ويوم ورا يوم حالته بتسوء، بقى عصبي وبيتخانق على الفاضي والمليان، ولا بيرجع لطبيعته إلا لما يدخل يشرب سيجارة في البلكونة. راقبته في مرة لقيت فيه علبة سجاير بتاعته وهو نايم، حاجة لونها بني. سألت صاحبتي في الكوافير وقالت لي دي حشيش. أنا اتصدمت وما وريتلهاش إني متضايقة، ضحكت وهزرت معاه ورجعت فتحت أحمد بالكلام. قال لي أنا مش بشرب، كنت بجرب بس، بيقول لي بتفوق الواحد في الشغل. قلت له علشان خاطري بلاش الكلام ده. قال لي ماشي إن شاء الله مش هشرب تاني. بس حالته فضلت تسوء وبقى يضربني. مرة ضربني بالبوكس في وشي علشان نسيت أصحيه واتأخر على شغله 10 دقايق. أنا كنت بحبه جدا وسامحته وقلت يمكن يتغير، بس مفيش فايدة. لجأت لأهله، ما قلتش لأهلي علشان هم كانوا بيعاملوني بسوء، فكنت بفضل العيشة مع جوزي على أهلي. المهم الوضع بقى جحيم، حتى أولاده ما كانوش بيحس بيهم. كنت أول ما ألاقيه جاي هيضربني أو يزعق أقول له خد اشرب السيجارة بتاعتك واهدى، وبقى فعلا يهدى. بس للأسف بقى يشرب أكتر وأكتر، بقى يغيب يومين 3 وأنا خلاص جبت آخري. خفت من اللي ممكن يكون بيشربوا بره، فقلت له بدل ما تسهر بره اسهر أصحابك عندك. ومن هنا بدأت الكارثة. كان بيجيب صاحبه ويسهروا ويشربوا ويضحكوا، وانا بقى جوه بفكر هو ده هيستمر لحد امتى. المهم صاحبه ده بقى يندهلي انا اعمل لهم شاي ويطلب مني حاجات قدام جوزي. في الاول كنت مكسوفه، بس بعدين قلت هيحصل ايه يعني. وفي مره لقيته في المطبخ بيعمل شاي، قلت له انا اعمل لك. لمس ايدي وعدتها مره ورا مره، الدخان بقى يعبي الشقه وانا بقيت بشمه، ولاحظت ان عصبيتي بتروح لما اشمه. دخلت ورا جوزي وخدت سيجارة منه وشربت. في الأول كنت بكح، بس بعد كده بقيت عادي. بقيت أسرق سيجارة كل يوم. جوزي لاحظ سألني، قلت له أنا بشرب، بس الحقيقة كنت بقيت مدمنة. مع الوقت بقى صاحبه ما بيجيش، وجوزي كمان ساب الشغل، بقينا نضرب بعض زي الرجالة، وأنا بقيت عايزة دخان. رحت خدت رقم صاحبه من الموبايل جوزي واتصلت عليه، قلت له تعالى اسهر معانا وأنا هدفع بداله. وفعلا جه وبدأ يديني الحتة ببلاش. وفي مرة وهو في المطبخ طلب مني علاقة مقابل الحتة، وأنا وافقت من غير تردد. أنا مش عارفة هل أنا اتجننت ولا أنا بقيت ست مش كويسة. بقينا نمارس العلاقة كل يوم بعد ما جوزي ينام، وأحيانا جوزي يبقى شايف وساكت، لحد ما في يوم جوزي صورنا واحنا مش في وعينا وبدأ يهددني. كلمت صاحبه قال لي جوزي هيعمل كذا وكذا. قال لي ما تخافيش ده بيهدد بس. قلت له لا، ممكن ينشر الفيديوهات. وفي الآخر وافق إننا نخلص عليه.
خدنا وربطناه وصاحبه ضربه بالخرطوش ومات أحمد واتحكم علينا بالإعدام أنا وهو. ودي كانت قصتي كلها من البداية. وعارفة إن مفيش حاجة ممكن تغفر اللي حصل، بس لو عجبتكم قصتي ما تنسوش تكتبولي رأيكم في الكومنتات.